مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة الفنان الجميل والكبير، فتى الشاشة، أحمد رمزي الله يرحمه. اسمه الحقيقي رمزي محمود بيومي أبو السعود. سبب تسميته بأحمد رمزي بدل من رمزي بيومي المخرج حلمي حليم. هو والده الدكتور الشهير محمود بيومي اللي أسس قسم العظام في القصر العيني. وجده هو تاجر الخيول الشهير الحاج بيومي اللي الخديوية كانت بتشتري منه الخيول العربية الأصيلة، واللي حج أكتر من 35 مرة واشترى نص السكاكيني. تاريخ ميلاده 23 مارس 1930، تاريخ وفاته 28 سبتمبر 2012. توفى عن عمر يناهز 82 سنة، الله يرحمه ويرحم الجميع. ترتيبه الثالث بين اخواته. الاكبر هو عمر اللي توفى وهو عنده 15 سنة، والتاني دكتور حسن اللي كان اكبر منه ب9 سنين، والاخير هو احمد رمزي فتى الشاشة اللي اتولد بعد ما اخوه الكبير مات بسنتين. دخل كلية الطب وقعد فيها 3 سنين، وبعد كده حول لكلية تجارة علشان يقابل صديق عمره صالح سليم. وكان من ضمن أصدقائه كابتن صالح سليم اللي كان صديقه منذ الطفولة. كان صديق مدرسة الأورمان المدرسة الابتدائية، ودخل معاه كمان كلية تجارة زي ما قلنا قبل كده. ووالده كان أشهر دكتور تخدير، دكتور سليم اللي كان صديق المقرب لدكتور محمود والد أحمد رمزي. ومن ضمن علاقات الصداقة القوية كان في صداقة ما بينه وما بين عمر الشريف، كانت برضو منذ الطفولة من مدرسة فيكتوريا كوليدج. وكمان رشدي أباظة وعبد الحليم حافظ والمخرج الكبير عز الدين ذو الفقار، بالرغم أن لم يجمعهم عمل واحد. فيلم أيامنا الحلوة كان أول فيلم يمثل فيه أحمد رمزي، وأول مشهد ليه بتاع زرار هو وزينات صدقي. والمخرج حلمي حليم اللي غير اسمه من رمزي بيومي لأحمد رمزي. تاريخ العرض كان 7 مارس 1955. عمر الفيلم كان 69 سنة. والفيلم التاني اللي معانا الكمثريات الفاتنات اللي اتعرض بعد العدوان الثلاثي الغشيم، وكان من إخراج حسن الصيفي. وتاريخ العرض كان 11 مارس 1957. عمر الفيلم 67 سنة. قدم 108 عمل فني، ومنهم غريبة، مهرجان الحب، ابن حميدو، إسماعيل ياسين في الأسطول، الكمثريات الفاتنات، الوسادة الخالية.
تمر حنة، صراع مع الحياة، علموني الحب، القلب له أحكام، أين عمري، بنات اليوم، شياطين الجو، صراع في المينا، صوت من الماضي، ودعت حبك، أيامنا الحلوة، أيام وليالي، حب ودموع، دموع في الليل، إسماعيل ياسين في الطيران، حب للأبد، حياة امرأة، عودة الحياة، إسماعيل ياسين في دمشق، الأخ الكبير، الشيطانة الصغيرة، بنت 17، حبيب حياتي، سلم على الحبايب، آخر من يعلم، غراميات امرأة. الله يرحمه لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه. ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.